السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شعب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورونفي نكديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خاوتي حبيت نتكلم على موضوع عجبني بزاف وكثيرا وفخر لينا وفخر لكل الجزائريين. هي مباراة الجزائر ليبيريا التي احتضنها ملعب الراحل المجاهد ومن صناع الثورة الجزائرية حسين أيت أحمد. مباراة كانت تحدي للاتحادية الجزائرية بقيادة وليد الصادي، كانت تحدي لأن الكل كان يحاول يسيس المباراة هذه، لأنها لحظة تاريخية. المنتخب الوطني يلعب لأول مرة في مدينة سيوزو، عندنا إخواننا القبائل وبعض الأطراف كانت تمني النفس بأن تكون مشاكل وتكون شعارات سياسية مناهضة للدولة الجزائرية، وحبوا يستغلوها كمنظمة الماك. بعض الأطراف الأجنبية المعادية للجزائر ومن تطالب باستقلال، هي تطالب وحدها باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر، وهي القبائل جزء لا يتجزأ من الوحدة الوطنية. مباراة شفتوها كانت عرس كبير، كما يقولوا اللحم تاعك يتشوك. خوتنا القبائل راحوا بكثرة، ملعب ارشي كومبلي. كاين اطراف من الجزائر همها هي وليد صادي، ما عندهم تاع وليد صادي نحى بالماضي، هذا الهدف تاعهم باسكو نحى لهم المقدس، هي مصدي يعايروا في العايش روحو، ما عندك ما تقارع منهم. حتى بعض المهرج كان حاب الماتش ما يتمشاش، كان حاب هو يولي عنصر فعال في المباراة، ولكن الاتحادية ما عطاتو حتى مسؤولية. دار واحد شوية باتيسري ولا سي با شوية تاع طعام ودار في ديك الصالديفات معه، جاب كاكو جوار وحب يدخل يركب الموجة باللي من شاف الامور تمشات فور، والشعب القبائلي وشعب تيزوزو بجايه ولي زونفيرون والشعب الجزائري جا من كل انحاء الوطن كاع كبوا في مدينة تيزوزو وعرس اخوه. المهرج مع التالي بغا يخرج لنا بديك اللقطه تاع جبتهم ولميت لي زونسيان جوار وبغا يدخل روحه. ستوب، لا حبس، ما عندك وين تروح، تحياتك وتتعاير وتعيط الفيدراسيون عصابه ودروك تجي تقول لي لا ما تركبش مهرج خويا. فايده والحاصل المباراه كانت عرس كروي، خاصه اللي شاف الماتش، خاصه عندما داروا قساما في بدايه المباراه. قساما الناس كانت تقارع في خاوتنا القبائل يمدوا ظهرهم على النشيد الوطني، لكن كل جمهور القبائل يردد قسما وتحيا الجزائر، فاشهدوا قسما بالنازعات الماحقات. يا حبيبي قالوها خاوتنا باسكو من قبل كانوا حرشوهم وقالوا مدوا ظهركم القسما، ولكن لا، قبائل كلهم يرددون قسما وبالقلب. هذه ما حملوهاش الأعداء الجزائر وحركة المارك تاع المهابل هذيك، وحتى من الجزائر من الداخل ما قبلوهاش. كانوا ما بيهمش هما زعما، ما نقولكش انا المهرج ولا فلان ولا فلان هم كونط لاجيل، هذه ما نقولهاش، ولكن هما حابين يوقع إشاك ويوقع بروبليم بوليتيك في ذيك المباراة، تتسيس المباراة باش يقولوا وليد صادي علاش دار الماتش تيزوزو، راه بهدل البوفوار وبهدل الدولة. لا، وليد صادي كمل، باسكو قبل المباراة ب15 بعد أقل من أسبوعين قبل المباراة، بعد النتائج السلبية اللي كانت شافت القبائل، بعض الناس حاولت تقول لرئيس الاتحاد، قالوا له ايفيتي دونك مازال ما لونسيت اوفيسيال بلي الماتش لعب تيزوزو، عاودوا ردوا في عنابة وردوا في وهران باسكو شغلت جياسكا ماش تمشي مليح. تصبوا الشعبي قال لهم نو، تكمل في تيزوزو وطلعوا وراسل الكاف. وبعد انا من جاتني المواساه تاع الكاف جا لحقتني المعلومه، حطيتها في الصفحه تاعي بلي لوفيسيال الماتش غادي يلعب في ملعب ايت احمد. قال اونجاجي، قلت بلي لاجيري تلعب في تيزوزو تلعب. واش الدرابي يقول لك فولكلور. هيا وين نروح بيك خويا،
والمباراة فاتت غاية. المهرج ما حملهاش، عصابة المهرج ما حملتهاش، الهايشر وزعمهم ما حملوهاش، هما بهم غير صادي. ما شوف ما عندهم، شوف ما نقولكش اللي عندهم اشكال مع الجزائر ولا اعداء الجزائر، هذه كلمه ما نقولهاش، باسكو هذه الكلمه انا ما في كره القدم ما نمتش اعداء الجزائر. انا الجزائر درتها غير من راحوا كونتر صادي في الكاف، هذه قلت لهم اعداء الجزائر. ولكن في هذه الامور شو كرههم الصادي، رجعهم يتمنوا غير حاجه ماشي مليحه. المباراة فاتت، وليد صادي والاتحادية جاتهم فيليسيتاسيون، تهنئة من أعلى مستوى في الدولة. ولا بروف أبري بنهار ولا يومين السيد عين كوزير الرياضة. ولو كان وقعت المشكله في الماتش تاع سيزو كل شيء مسحوا في صادي ريسكو طا يعرف علاش تيزو منطقه حسن. لا لعب، ومباراة كانت عرس وكانت حاجه كبيره. حتى المواقع الاوروبيه العالميه وراو ملعب تيزوزو وشافوا كلش باللي كان عرس، وبين باللي كاين القبائل هم الوحدة الوطنية. نحبوا ولا ذكراه خاوتنا القبائل من أكبر المجاهدين والشهداء من منطقة القبائل. هذه قضية ما ينحياش، شاركوا في الثورة الجزائرية بكل شيء، وحبهم الوطن لا قطيع له. غير بعض الخفيفات يحاولوا يسيسوا منطقة القبائل. منطقة القبائل منطقة جزائرية لا تتجزأ. ومباراة الجزائر ليبيريا غلقت الافواه، خيطت سي بون، حنا يد وحده نجمو نكونوا نعارضوا نقولوا حاجه ماشي شابه في الحكومه ولا في البوفوار، ولكن في مصلحه الجزائر النقد البناء. ولكن باش نكره بلادي ونتواطع مع اي جهه هذه جامي تصرى وما تصراش. الجزائر فوق الجميع، فوقنا خط احمر، مش مناخب وطني بسبب فشله الذريع في 3 منافسات كاليبر. ونروح انا نتمنى الشر لبلادي جامي دلافي جامي. وهذه تحيه نرفع القبعه لانصار القبائل، نرفع قبعه لانصار تيزي وزو. ما نقولش انا قبائل، نقول تيزي وزو بجايه عقب، هادو اللي نقولوا لهم بس ما تقبل شغل كدير. كاين اللي يقول لك انا تقول القبائل، لكن انا نقول خاوتنا اللي كابيل. حتى الشبيبه اسمها شبيبه القبائل، خاوتنا القبائل نورمال، علاش ما نقولش قبائل؟ شبيبه القبائل. شبيبه بجايه، مولودات بجايه. هذا الكيب اللي طلعت هذا العام سموها نجم عاقبه ولا اولمبيك عاقبه. صافي بليزير شوفوا هذا الروح الوطنيه. وهذه الماك والاعداء الوطن اللي حابين يديروا بلبله في الجزائر ما مش هتركهمش. مش هتركهم القبائلي. ما كاش، شوف ما كاش اللي يبغي الجزائر كيما القبائلي. قسما بالله اللي يحب الجزائر احسن واحسن من اي واحد. انا نعرف خوتي قبائل، نعرف حبهم للجزائر، يبغوا مساكين، يبغوا العداله، يبغوا الكوريكت، دي جون كوريكت خدامين. روح انت تشوف قبائل تلقى كاع في الجزائر. انا خاطر كنت رايح ليبيا اليبوك عندها 20 ولا 30 400 900 كيلومتر بين حاسي مسعود وهذيك الدبداب تاع ليبيا، 900 كيلومتر غير الصحراء. في الميليو في النص في 400 كيلومتر ولا كان ريستورون دخلت لقيته قبائلي. يعني فتروح في الصحراء كنت في تيميمون لقيت القبائل تاعنا قاعد بكوميرس تاع تيميمون، واحد قاعد باليمونطاسيون، واحد يبيع لاكري، واحد رحت البيض مع مرا قبائل، بشار وهران بارتو كاينين باسكو خدامين ربي يعاونهم وما عندهمش ديك كومبليكس لا نخرج من قبائل لا. وتلقاهم في افريك دي سود، لقيتهم في اوروبا وشفت منهم غير الخير. انا ملي كنت نروح لافريقيا نسيبورتي ليكيب ناسيونال نلقاهم هما يجوا معايا، يجيبوا دوك العلام تاعهم تاع الهويه ويجمعوا معايا وبريسون كحل على الجزائر. هما بريسون سيبورتي ما تامنش عليك، امنش عقلك. انت تقول لك اي لاعب هذا قبائل رجال وخوتنا وحبابنا وانا نحبهم بزاف وما نشوف والله. وتهضر معايا اقسم بالله ما عندي امي انتيم قبايلي. شحال ما خطا كومونت عليه تقول ازو، نقول ازو راه مشكل ازو يقول خاطنا قبايل نقول باسكو عندي ممكن مشاهدين قبايل يشوفوني نقول السلام عليكم ازو. والله ما عندي صاحبي او علاقه مع واحد قبايلي علاقه متينه بروش هكا ولا نحكي معاه كل يوم. نعرف جوارين يقراو معايا بس ما عنديش علاقه وطيده. كان يقول لك لا استاذ عندهم سوبيه معاهم والله ما عندي قسما بالله ما عندي علاقه، ما عنديش علاقه هكا وطيده زعما بروش. ولكن نحب القبائل باسكو رجال خوتنا كاع الجزائريين اللي يحب الوطن نحبوه يا اخو. هنا بغيت نتكلم على سوجي باللي
نشكر القبائل على حفاوة الاستقبال، ونتمنى المنتخب الوطني يعاود يرجع يلعب في تيتوسو، يعاود ان شاء الله. وان شاء الله ندشنوا ملاعب في بشار، ملاعب في ورقله، ملاعب في اي مدينه جزائريه. في الصيف ان شاء الله يكون ملعب جديد ان شاء الله. هو دوك صادي راه وزير ان شاء الله يوصل الميساج للدوله باللي لازم يصطاد في بشار، لازم يصطاد في ورقله، لازم يصطاد في واد السوف، لازم يصطاد في سطيف، يستاهلوا الصطاد. والمنتخب الوطني يدور كاع في الجزائر. اصطاد في شلف ثاني خاصهم اصطاد، خاصنا بارتو الاصطاد في تلمسان، خاصنا في البيض، في بشار. فوالا هذه اللي بغينا نتكلموا عليها، بلي نشكروا خوتنا قبيل على الروح الوطنيه والتضامن وعلق افواه كل من يسيء للجزائر. تحيه لكم خوتي. 1 2 3 فيفا لاجيري.